السلام عليكم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا جميعًا بألف خير وصحة وسعادة. إيه رأيكم نعمل شوية كده فول بطماطم حلوين، يعني حاجة كده أسطورة، ملك السحور. أنا بالنسبة لي باعشق الفول بالطماطم ده في أي حاجة، فطار، ممكن غدا، سحور، حاجة كده يعني عظمة بصراحة. تعالوا بقى يالّا نشوف هنعمله إزاي. حطيت هنا شوية زيت، هو المفروض بيتعمل بسمنة. تمام، بس إحنا علشان هنعمله في السحور، بنحاول إن إحنا يبقى خفيف قدر الإمكان علشان ما يحماش علينا أو ما يعملناش حموضة يعني بمعنى أصح. هنا معانا حتة توم، تمام، هابدأ إن أنا أشوحها كده شوية في الزيت بعد ما يسخن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعًا أنتم بقى براحتكم تقللوا التوم أو تزودوه، كل واحد حسب كمية الفول اللي هيعملها. أنا هنا عاملة كيس فول اللي أنا كنت دمسته، هيكفي حوالي يعني 4 أفراد تقريبًا يعني، تمام. فحطيت بقى إيه، حتة التوم ديّة. أنتم بقى زودوا كمية التوم بتاعتكم على حسب كمية الفول اللي هتعملوها. بسم الله. إيه بقى أكتر نوع فول أنتم بتحبوه؟ أنا بصراحة باحب النوع ده برضه أوي، أوي، أوي. هانزل بقى بحبّة طماطم كده متقطّعة مكعبات، وحبّة فلفل حار. أنا بقى اللي هاكل الفول ده المرّة دي، الولاد مش هتاكل معايا منّه، مش بيحبّوا أوي الفول بالطماطم. فهابدأ بقى إن أنا أشوّحهم كده شوية مع التوم، وأحُط معلقتين صغيّرين عليهم، معلقتين صغيّرين أوي يعني ما أكتّرش، صلصة بيوريه، تمام. بيدّي برضه طعم حلو، وبيدّي لون حلو للفول. هاشوّحهم بقى كلّهم مع بعض. هنا حطيت ملح، وهاحط حبّة كمون صغيّرين، بيدّي طعم حلو أوي للفول. مش هينفع إن أنا أعمله بصلصة، يعني اللي هو عصير طماطم، في ناس بتسبِّك له عصير طماطم وتحط عليه الفول، لأ، ما بيبقاش حلو خالص، بتحسّوا إن هو طعمه غريب كده، مطبوخ. أنا حطيت كمان حبّة فلفل أسود برضه بيدّي له طعم حلو. بس فبتحسّوا إن هو فيه حاجة غريبة، طعم غريب كده مطبوخ، مش بيبقى لذيذ خالص. هي دي طريقة الفول بالطماطم الأصلية، هو دوّة الفول الtrend بتاعنا. فول كده هتعملوه بالطريقة دي وادعوا لي بقى. شوفوا حلقة الفول المدمس مع الطريقة ديّة، يا سلام! أحلى سحور. حقيقي كده إحنا عملنا طريقتين أهو للفول في السحور. فاكرين الطريقة اللي فاتت اللي هي كانت بالثوم والبقدونس وكده، والطريقة دي أهو، أدي الفول بالطماطم. وكل شوية هنعمل طريقة فول جديدة علشان ننوّع وعلشان ما نزهقش، لإن إحنا عندنا 30 يوم هناكل فيهم فول، فلازم نغيّر وننوّع في الفول بتاعنا علشان ما نزهقش. نزلت هنا أهو بمعلقتين الصلصة، هاوطّي بقى النار خالص واسيبها تدبل خالص الطماطم، وبعدين هابدأ إن أنا أضيف عليها الفول بتاعي. بُصّوا، هي أساسًا خلاص بتدبل على طول يعني ما بتاخدش وقت، على طول هتلاقيها دبلت معاكِ الطماطم زي ما بيقولوا كده ما لهاش روح، بتدبل على طول. هاوطّي بقى عليها النار واسيبها تدبل خالص. هاكون بقى قطّعت شوية كده بطاطس حمّرتهم مع بيض، مع مثلًا شوية سلطة، ده بقى لمّا بيتاكل جنبه شوية سلطة بيبقى حاجة كده عظمة يعني. لو عملتِ شوية سلطة منها مناعة وحاجة مفيدة للجسم تقوي على الصيام، ومنها برضه يعني طعم وحاجة حلوة أوي. ده بقى لو عملتيه مثلًا ساندوتشات شامي مع البطاطس ده، يعني حاجة أسطورة. أنا هنا خلاص دِبِل معايا الطماطم خالص، مش عايزاها تدبل أكتر من كده علشان ما تتحرقش معايا، هي حلوة أوي كده. هابدأ أنزل بقى عليها بالفول بتاعي. طبعًا الفول أنا مطلعاه من الفريزر ما لحقش يفُك، فعادي جدًا يتعمل. هاحطه كده وهاقلّبه وهاغطّي عليه وأوطّي النار، وهتلاقوه إن هو داب كده في الصلصة على طول، لإن هو فول بيتي مش بياخد أي وقت خالص، حاجة كده دايبة هو في نَفْسه أصلًا. لا فيه اللي هو بقى العيش ولا الرز ولا الحاجات اللي بيقعدوا يحطوها برّه ديّة في الفول بتاع المحلات. هي هنا فول بس، فحاجة كده بتدوب على طول، تمام. أنا هنا بقى هاغطّي الحلة بتاعتي وأوطّي النار واسيبه بقى إيه، يعيش ويتعايش كده مع نَفْسه.
في الفترة دي بقى نكون إحنا بنعمل إيه، بواقي السحور، نشوف هنعمل إيه السحور تاني، ده خلاص هنا الفول بتاعي كده استوى وبقى حاجة آخر عظمة، نكون عملنا بقى رغيفين حلوين كده علشان نقوم بالمهمة دي، ده شكل الفول بتاعي كان ريحته خطيرة، عملت جنبه بقى شوية السلطة الحلوين دول مع شوية بطاطس محمرة وقُلت حلو أوي كده، مش هازوّد عن كده، كده عظمة أوي، أوي، أوي. إيه رأيكم في طريقة الفول دي؟ جرّبوها وهتعجبكم جدًا، وكل سنة وأنتم طيبين وينعاد عليكم بالخير، ويكون شهر رمضان رزق وبركة وسعادة على الجميع، واللي نِفْسه في حاجة يحققها، والمريض ربنا يشفيه، واللي في كرب ربنا يفُكُّه، وما تنسوش دعوة حلوة في الكومنتات، وكل سنة وأنتم طيبين وبصحة.